يا فيريرا يا فيرو، تعال اقول لك ازاي بكره تكسب المصري وتاخد منهم الصداره. يلا بينا يلا بينا. بص يا معالي الباشا، فرقه المصري بالنسبه لي اقوى فرقه السنه دي في الدوري، والزمالك بيعاني في كتير، لكن انا هقول لك على تشكيله لو لعب بقى الزمالك ياخد بكره الثلاث نقط مستريح. بص يا باشا، في حراسه المرمى محمد صبحي اللي عامل اداء ولا اروع، ومحمد صبحي في الفوت ورك بتاعته سواء برجله اليمين او الشمال حاجه عاليه خالص. تمام. قدامه قلوب الدفاع محمود حمدي الونش غايب، يعني كده معنى كده ان احنا هنشوف مين اخيرا؟ هنشوف محمد اسماعيل، وهتشوف الخروج بالكوره وازاي بيكسر الخطوط التلت الاول والتلت الثاني بتمريره واحده. جنبيه حسام عبد المجيد، على اليمين عمر جابر، ومحدش يقول لي اللاعب الافريقي يلعب من اول ماتش، ده ماتش المصري، فانا بالنسبه لي لو انا مدرب مش هضحي بيه في الماتش ده. وعلى الشمال بنتايج. طيب انا ولا معايا محمد شحاته ولا معايا محمود جهاد ولا معايا احمد ربيع، فانا بقول هنا هلعب بصلاح مصدق. ايه ده؟ ايوه يا باشا، عشان لما نيجي نفتح هنا نلعب ب 5-3-2، وهتلاقي صلاح مصدق في الخروج بالكوره عالي جدا. حلو الكلام. طيب مين بقى في نص الملعب؟ نص الملعب مكون من 3 لعيبه قدام صلاح مصدق. عبد الله السعيد اللي هيعمل سبورت الالفينه، تمام، واللي هو يبقى ادفانس الثمانيه. حلو الكلام. واللي هينزل يقفل هنا مع صلاح مصدق في 4-4-2. والناحيه الثانيه احمد فتوح، واحنا بنلعب ب 4-3-3 وقافلين الحته دي كده. جميل الكلام، عشان نعمل التحولات بتاعه المصري. وصانع اللعب هو ناصر ماهر، يبقى ناصر ماهر هنا هيلعب في الحته دي في الزون 14. واخوان الفينا وعدي الدباغ، ادي لعدي الدباغ ماتش بكره، لانه عدي الدباغ يعني رخامته بتقول يقدر يرخم على المدافعين بتوع المصري. اخوان الفينا اللي دايما هعوز اخلق له موقف 1-على-1 في البوكت ده، وعبد الله السعيد اللي دايما هيموله، لان لو الجنب ده اتفتح كده انا اقدر اطير عمر جابر مع احمد فتوح في الحته دي، ونقدر نعمل المنظر بتاعنا كده. يبقى احنا بنلعب بثلاثه ورا وقدامهم 1 وقدامهم 4 وقدامهم 2. حلو الكلام. وخلي في علمك الخطه دي هتدي للزمالك اريحيه انه يعمل بوكس ميد فيلد بالمنظر ده كده، تمام، ويقدر يسيطر على عمليه نص الملعب باحمد فتوح وناصر ماهر، وراهم عبد الله السعيد وصلاح الدين مصدق. قول لي بقى يا معالي الباشا، هل فيريرا فيرو يقدر قدام المصري ياخد الثلاث نقط، ولا شكل الماتش ده جمهور الزمالك هيقول لي فيريرا فاضل لك تكه ونقول لك باي من غير سلام؟